فانزاتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض كفته في البيت. متقوليش بقى كفته الحيتي، كفته طلعت تحفه. معانا اللحمه، حطينا عليها 3 بصلات، عصرنا منهم الميه عشان خاطر الكفته ما ينفعش نحط البصل بميته. الخضره، التوابل، ملح وفلفل وكمون، وحطينا كيس خلطه الكفته، وابتدينا نقلب، ننسق كل حاجه، يعني نقلب كل حاجه مع بعض كويس جدا بالطريقه دي، وابتدينا نصبع. اهم حاجه ما نصبعش، واحنا بنصبع ما نصبعش كبير او ما نصبعش صغير، نصبع وسط عشان لو صغير هينشف مننا، ولو كبير مش هيستوي، مش هيستوي كويس. ويا ريت كل صابع يبقى قد يعني قد الصابع التاني عشان خاطر كله ياخد سوا واحد. بحبكم قوي على اليوتيوب والفيسبوك والانستا. ما تنسوش تعملوا لي المتابعات القمر بتاعتكم وكومنتاتكم القمر. بصوا المنظر. وعملت كمان شكل تاني على اساس ان في ناس بتحب الكفتة كده، وفي ناس بتحبها اللي هي عارفين المدورة دي اللي هي بتبقى مع السمين. عملتها برضو، وما شاء الله ما شاء الله رمت معايا حبة حلوين. ضفت عليها حبة معلقة بقسماط بس. بصوا جميلة وماسكة نفسها وحلوة قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. على اليوتيوب والفيسبوك والانستا مطبخ شريهان بالعربي. متنسوش تعملوا لي متابعة. بصوا عملناها برضو بالطريقتين، الطريقة اللي هي العادية الكفتة العادية، وعملناها ايه مدورة بالطريقة دي. ما شاء الله ريحتها تحفة التحفة. جربوها، متقولوش حياتي تقدروا تعملوا اي حاجة، صدقوني هتطلع حلوة. وقولولي في الكومنتات. بحبكوا قوي. في حتة تالتة. باي باي.